بالرغم من الظروف الصعبة اللي بتعاني بيها مصر الآن بخصوص أثيوبيا وسد النهضة والصومال وتحالف المغرب على مصر وتحالف الإمارات على مصر، وإسرائيل بتدعم أثيوبيا وأمريكا بتدعم أثيوبيا، وخلاص على وشك الحرب يعني إحنا واقفين على حافة الحرب، ولكن ما زالت الحكومة المصرية أو المسؤولين المصريين ما زالوا بيرفعوا في الأسعار وبيغلوا في الأسعار على المواطن المصري البسيط. يعني صحينا صباح يوم الأربعاء الساعة 6 صباحًا الموافق 18 سبتمبر لسنة 2024 على زيادة اسطوانة أو أنبوبة البوتاجاز. يعني أعلنت وزارة الثروة المعدنية والبترول بزيادة أكتر من 50 جنيه في سعر اسطوانة الأنبوبة، ده اللي هي بيستخدموها في المنازل يا سادة يا محترمين. زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز من داخل أرض المصنع 150 جنيه، يعني لحد ما توصل لحضراتكم زي ما أنتم شايفين كده هتوصل من 200 ل210 و220 جنيه. فلله الأمر من قبل ومن بعد. وطبعًا في زيادة طبعًا برضه في المازيوت، سعر طن المازيوت كان ب2500 جنيه ووصل الآن 6200 جنيه، وانتظروا زيادة طبعًا على فاتورة الكهربا. ومش عارف أقول لحضراتكم إيه يعني، يعني كده الكيل فاض يعني بأمانة كده الكيل فاض. لمّا أنبوبة البوتاجاز يا سادة يا كرام توصل 200 جنيه، يعني في أسر فقيرة لو على سبيل المثال الأنبوبة بتستمر معاهم لمدة شهر، وأيضًا في أسر تانية بتستخدم الأنبوبة مرتين في كل شهر، فده حاجة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. كنا نتمنى طبعًا إن الوضع ده يتغيّر، ولكن من الظاهر ومن اللي باين قدّامنا يعني إن الوضع كل مدى بيسوء أكتر من الأول. ولكن أملنا في ربنا مش في حد تاني ولا في أي مسؤول، إن شاء الله القادم هيكون أفضل. مع كامل احترامي وتقديري لحضراتكم جميعًا، لا تنسونا بالاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وفضلًا وليس أمرًا ادعموا لنا الفيديو بعمل لايك، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.